السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتي المغاربة الكرام، فيديو جديد. اليوم تم تدشين نافورة مغربية بالطراز المغربي الأصيل، والمعمار المغربي هو معمار مغربي يخص دولة المغرب فقط لا غير. اليوم تم تدشين كما قلت لكم نافورة مغربية في المجلس الأوروبي. هذا المجلس الأوروبي كاين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية على الطريقة المغربية كيف ما كتشوفوا. شوية غيطلع الفيديو غتشوفوه. والجميل اللي عجبني بكل صراحة، اللي عجبني أنهم كيعترفوا وداروا لائحة أن هاد النافورة هذه هدية من المغرب، وتم صنعها من حرفي مدينة فاس. كيعطيو لكل ذي حق حقه. كيف ما كتشوفوا هي هذه النافورة تقريبا في جميع دول العالم بدون استثناء كتلقى معالم مغربية. مثلا إلا مشينا للنمسا كنلقاو عاوتاني نافورة مغربية بالزليج المغربي بالطراز المغربي الأصيل. مثلا كنمشيو مثلا لماليزيا، أحسن معلمة كاينة في ماليزيا اللي كتجيب لهم السياح هو سميتو الجناح المغربي. أسطنكا موروكو، شيلي، الهند، الفيتنام، فين ما مشيتي كاينة المعالم المغربية الحمد لله. وغير ديك السنة تم تدشين الحديقة الملكية في اليابان. الحديقة الملكية في اليابان على الطريقة المغربية. نحن الأصل والباقي تقليد، حتى شي واحد ما يقدر ينافسنا. كنشوفوا شي وحدين أنهم كيدعيو أنهم عندهم معمار، عندهم كذا، عندهم زليج، وهم لا يمتلكون حتى المواد الطبيعية خيرات سيدي ربي باش يصوبوا دوك، باش يصوب غير الزليج. مثلا إلا بغيتي تصوب الزليج، فين هي التربة ديال الزليج؟ ما عندكش أصلا. المغرب الأصل والباقي تقليد. وكاين عاوتاني جوج ديال الهدايا من المغرب، وحدة في الوقيته ديال الحسن الثاني، والثاني في الوقيته ديال محمد السادس نصر الله وأيده. الحسن الثاني كنهداهم حتى هو نافورة مغربية، والحسن الثاني كنهداهم الميثاق ديال الأمم المتحدة على الطريقة المغربية عاوتاني. المغرب الأصل والباقي تقليد، وهادشي اللي كيميزنا عليكم. حنا دولة الجذور ديالها ضاربة في التاريخ. ما صنعتناش فرنسا غير البارح في 62، ولا صنعنا الاستعمار البريطاني. حنا ما بناش حتى بان البترول والغاز. المغرب دولة قديمة. رجعوا الروس، العلاقات الروسية المغربية، العلاقات المغربية البريطانية، العلاقات المغربية